في سنة 2000 وتحديدا في ولاية فلوريدا الأمريكية، خرج الزوج مايك ويليامز في رحلة صيد ومرجعش تاني أبدا. الكل افتكر إن التماسيح هي اللي هجمت على القارب بتاعه وأكلته، وبعد 19 سنة اكتشفت الشرطة إن زوجته هي اللي اتخلصت منه. والحكاية دي تمت من خلال مساعدة عشيقها، واللي بيعتبر واحد من أعز أصدقائه المقربين. كفاية كده مقدمة، وتعالى أحكي لك القصة بشكل مختصر. تابع معايا للنهاية. الزوجين مايك ودينايس كانوا متجوزين بعض عن حب، عايشين حياة هادية ومستقرة، وكانوا مخلفين بنت واحدة لسه عمرها ما كملش السنتين. المهم ما تعرفش ايه اللي حصل، خلى الزوجة أحوالها اتبدلت 180 درجة، وساعتها دخلت في علاقة غرامية مع واحد من جيرانهم اسمه براين، وكان شخص متجوز هو كمان، وعايش حياة مستقرة. وبحكم الجيرة فكان واحد من أعز أصدقاء مايك المقربين. المهم اتفقوا هما الاتنين إن قصة الحب بتاعتهم دي لازم تكمل. وقتها فكر براين إن هو يطلق زوجته علشان يعني الحياة تفضى للعلاقة الجديدة، وفي نفس الوقت فكرت دينايس إنها تخلص من زوجها هي كمان، بس مش عن طريق الانفصال، وإنها بتفضل أكل مايك علشان تصبح أرملة وتقدر تصرف الفلوس بتاعت التأمين على الحياة براحتها يعني. وطبعا الكلام ده لأن مايك كان مأمن على حياته بمبلغ قيمته 1,750,000 دولار. بعد ما اتفقوا على كل حاجة، استنوا الفرصة المناسبة لتنفيذ الجريمة. بعد حوالي 6 شهور قرر مايك ان هو ياخد اجازة من شغله علشان يحتفل تاني يوم بعيد زواجه من دينايس، وتاني يوم قال لها ان هو هيطلع يصطاد وهيرجع على حوالي الساعة 12. بعد ما خرج بحوالي نص ساعة اتصلت الزوجة على براين، وساعتها بلغته ان مايك راح يصطاد عند البحيرة، وان هو ده الوقت المناسب لقتله. وطبعا من غير تفكير منه راح على طول وراه علشان يخلص منه قبل ما يرجع. وقتها شافه على القارب بتاعه وأطلق عليه الرصاص، وراح فورا نقل جثمانه عند حتة أرض زي ما تكون وحل طين، وحفر عندها قبر كبير ودفنه جواه. في نفس الوقت اتصلت الزوجة على الشرطة تقدم بلاغ باختفاء زوجها المفاجئ. ساعتها الشرطة راحت على طول علشان تبحث عنه عند البحيرة، لكن للأسف ملهوش أي أثر نهائي. كل اللي هم عثروا عليه القارب بتاعه كان وسط المية، والعربية بتاعته كانت مركونة على الشاطئ. وطبعا يعني الحاجات دي ما كانتش مفيدة أبدا في القضية، وفضلت عمليات البحث عنه مستمرة لأكتر من 40 يوم متواصل. وآخر ما الكل فشل إن هو يجمع مايك أو حتى أي رفات تدل على وفاته، كان خلاص الموضوع اتقفل على كده. والشرطة كتبت في التقرير أو البلاغ إن أكيد التماسيح هي اللي أكلته. الغريب إن مفيش أي دليل في القضية بيدين أي حد جنائيا. والدة مايك كان عندها شكوك إن الوفاة دي ما كانتش طبيعية، وفضلت تبحث عن أي معلومة تفيدها في قضية ابنها. وقعدت أكتر من 10 سنين تطلب من الشرطة التحقيق من جديد في القضية، لكن للأسف كانوا بيرفضوا الطلب بتاعها ده، باعتبار يعني إن هم خلاص عملوا كل اللي عليهم. وطبعا دينايس كانت خلاص اتجوزت براين وصرفت الفلوس بتاعت التأمين، وعاشت حياتها براحتها من غير أي شكوك. في يوم من الأيام سمعت والدة مايك من واحد خبير في الحياة البرية إن التماسيح مش بتاكل في الفصل بتاع الشتاء، وهو ده الموسم اللي كان بيصطاد فيه الزوج. ولو افترضنا مثلا إن التماسيح افترست حد، فهي مش بتاكله على طول، بتحاول يعني تخزنه زي وجبة تاكلها في وقت تاني. وخد بالك هنا ان الشرطة لما عملت تمشيط للبحيرة من تحت ما كانتش عثرت على جثمانه او حتى على اي بقايا ليه. بعد فترة واحد من الصيادين كان عثر على اوراق ورخصة صيد وسترة نجاة، وكانوا بتوع الزوج. المهم وقتها راح يسلمهم للشرطة، وهنا لاحظ المحققين ان السترة ما كانش عليها اي علامة ابدا تدل على افتراس التماسيح. يعني من الاخر السترة كانت حالتها كويسة جدا، ما فيهاش اي قطع او اي شيء يدل على الهجوم او العنف. ومن هنا الشرطة بدأت تشك فعلا ان مايك تم قتله، واستجابت لطلب الام وفتحوا القضية من جديد. كمان شكوا في الزوجة اول ما عرفوا ان هي اتجوزت من براين صديق زوجها، ده غير ان هم عرفوا انها كانت مستعجلة جدا على صرف الفلوس بتاعة التأمين. وغير ده كله ما كانتش زعلت ابدا على اللي حصل لمايك، والمفروض يعني ان هم كانوا عايشين قصة حب قبل الجواز. لكن المشكلة برضو ان كل الكلام اللي فات ده كله كان مجرد شكوك، ومفيش اي ادلة على ان الزوجة وبراين هم اللي عملوا فيه كده. وهنا زي ما بنقول القدر بدأ يتدخل لحل لغز القضية. باختصار ان براين ودينايس كانوا دخلوا في مشاكل كبيرة مع بعض، وبعد كده اتطلقوا وكل واحد فيهم راح لحاله. ساعتها فكر يرجع لزوجته الأولانية لكنها رفضت الكلام ده، فقام مهددها بالخطف وإن هو هيقوم بقتلها. ساعتها راحت له الشرطة تبلغهم بالتهديد اللي حصل ده.
تم القبض عليه فورا، وكمان الشرطة استغلت الخلاف اللي كان ما بينه وما بين دينايس علشان يوقعوا ما بينهم في القضية. والشرطة كانت نجحت في الموضوع ده، وقتها اعترف بالجريمة كاملة وحكى لهم كل التفاصيل، كمان عرفهم المكان اللي هو دفنوا فيه. وطبعا قبضوا على دينايس هي كمان، باعتبار ان هي مشاركة في الجريمة وان هي اللي حرضت على القتل. في النهاية اتحكم على براين ب20 سنة سجن، وبالنسبة ليها هي فالقاضي حكم عليها بالسجن مدى الحياة. وبكده الفيديو انتهى. لو عجبك ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة، وتابع كل جديد انا بقدمه. ما تنساش ان رأيك بيهمني جدا في التعليقات. واخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.